لسنوات كان المرصد السوري لحقوق الإنسان شاهداً على تفاصيل الحرب السورية. واليوم نعود مع مديره رامي عبد الرحمن إلى أكثر الليالي حسماً في تاريخ سوريا الحديث، ليلة فرار الأسد. كيف انهارت المنظومة الأمنية؟ ومن كان يعلم أولاً؟ وما الذي جرى في الكواليس قبل لحظة السقوط؟ لهذه الأسئلة وغيرها معي من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا أستاذ رامي. سنعود سنة إلى الوراء في هذه الليلة. ماذا كنتم تفعلون؟ كيف تلقيتم الخبر؟ وكيف كنتم تتابعون الليالي العشر ما قبل ليلة السقوط؟ نعم، مساء الخير. وكانت هذه الليالي عبر المشهد وعبر الإعلام، واليوم كان هناك في ذات اليوم ومساء كان مع الدكتور معتز عبد الفتاح. قلت له روسيا ما قبل السقوط روسيا باعت الأسد، قال لي يعني بدك تقول روسيا باعت؟ قلت له نعم، باعت روسيا من أجل مصالحها. لذلك أقول اليوم المفتاح هو كان عند روسيا. كنا نتابع وكنا ننشر وكنا نبحث ما الذي يدور، لماذا هذا الانهيار السريع، إلى أن يعني تأكدنا من الذين فروا إلى روسيا والذين فروا باتجاه دول عربية بأن ما قامت به روسيا قبل السقوط بعدة أيام هو دعوة أو نقل ضباط من الرتب العالية من قوات النظام إلى قاعدة حميميم من أجل شكلا التظهير لمعركة يعني معركة مضادة لمعركة رد العدوان، وإذا بها تقوم بنقلهم من حميميم باتجاه موسكو، ويعني كرهائن من تلك المنطقة من سوريا باتجاه روسيا. هذا ما قبل السقوط كرهائن من عفوا؟ معركة حماة. معلومات حقيقية، معلومات موثقة من الذين نقلتهم روسيا أي. من قبل السقوط بأربعة أيام بعد معركة حلب. كان هناك معركة، هي روسيا هي من اختطفت الضباط أصحاب الرتب العليا في قوات النظام ونقلتهم إلى روسيا 3 أيام قبل سقوط نظام بشار الأسد. وروسيا هي التي من طلبت من رئيس الأركان إعطاء الأوامر بحل الجيش السوري. لكن اسمح لي هون استوضح من حضرتك بعض النقاط سريعا لما تفضلت به. يعني كما تقول لنا بأن روسيا استدعت كبار ضباط الجيش السوري إلى حميميم، وهم يعتقدون بأنهم ذاهبون للتخطيط لردع العدوان الآن. تماما. ولكن فوجئوا بأنه تم نقلهم غصب عنهم إلى خارج سوريا، نعم، هذا صحيح؟ إلى روسيا بشكل قطعي، بشكل التداول بها بشكل من غير موثق. يعني حضرتك ذكرت بأن روسيا هي التي باعت بشار الأسد، ولكن بما تطرقت إليه وما أريد أن أسألك عنهما وهو كان دور إيران، لأن كثير من المعلومات ذكرت بأن إيران سحبت ضباطها من سوريا، سحبت دبلوماسييها، اختفت عن المشهد في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الفرار. ما معلوماتك بهذا الإطار؟ نعم، هذا الكلام الذي جاء على وكالة الأنباء الفرنسية هذا مؤكد، وهذا إذا نعود للأرشيف هذا قلت عبر قناة المشهد منذ أشهر طويلة. إيران بعد معركة حلب التي خان فيها الضباط الإيرانيين أو أحد القادة الإيرانيين، أحد الذين اشتراهم يعني اشتروه عملية رد العدوان وقتل الضابط الإيراني الكبير، إيران بدأت تسحب قواتها بشكل كامل من سوريا عبر يعني مطار ضابط حميميم إيراني هو باتجاه. الذي خان لا، الإيرانيين اللي ضابط معه؟ سوري خان الإيراني، ضابط سوري هو نعم. الذي خان الإيراني. مم. نعم. نعم إيه، نعم. وبعدين أنا يعني خلينا نكون واقعيين. أنت اليوم تعرفي ب 26 نوفمبر 2024 وقع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من أجل يعني حماية حزب الله. 27 بدأت عملية ردع العدوان. بعد ذلك بعد عملية حلب مباشرة بدأت إيران تنسحب من داخل الأراضي السورية، حتى قنوات مثل قناة الميادين على سبيل المثال انتهت أمورها أيام قبل يعني السقوط. يعني كانوا متواجدين ولكن كانوا يعلمون أن كل شيء انتهى. أيضا الذين كانوا في السيدة زينب يعني قبل 4 أيام بعد مباشرة معركة حما
بدأوا ينسحبوا من تلك المنطقة. العراقيين والأفغان وحزب الله يعني من اللبناني بدأوا الميليشيات التابعة ينسحبوا من تلك لإيران. المنطقة. تماما تماما. حتى حزب الله من يعني حاول الدخول في معركة حماة، جاءته الأوامر لا تقترب، الأمور انتهت، انسحب من القصير اتجاه الأراضي اللبنانية. أي كل جميع يعني جميع هذه الأمور كانت منتهية في الخامس من شهر ديسمبر من العام الفائت، ولم تنتهي في الثامن. في الثامن كانت الخواتيم. انهار النظام، بدأت عملية تدمير الجيش السوري، وحل الجيش السوري كان بطلب روسيا لرئيس الأركان أن يصدر أوامر عبر الاتصالات يعني الداخلية في الجيش بأن الجيش قد حل، اذهبوا إلى منازلكم. وشاهدنا حينها كيف كانوا ينزعون ملابسهم صحيح. وينتشرون ويفرون من المنطقة. نعم. طيب، قبل فرار الأسد بشار